صديقي ايه الفرق ما بين صيدله جنرال وصيدله كلينيكال؟ صيدله جنرال دي هي الصيدله اللي انت عارفها، اللي انت بتخرج منها تقدر تشتغل في صيدليه، تقدر لربما تفتح معمل تحاليل، تقدر تعمل الحاجات الطبيعيه اللي في نظرك بيعملها الصيدلي. صيدله كلينيكال دي هي اللي ظهرت مؤخرا وفيها ميزات بتتميز بيها صيدله كلينيكال عن صيدله جنرال. اول حاجه او اول بوينت انا عايزك تفهمه ان الصيدلي الكلينيكال يقدر يعمل كل حاجه يعملها الصيدلي الجنرال، لكن العكس مش صحيح. ايه الفرق المضمون ما بين صيدله جنرال وصيدله كلينيكال؟ بص، من اول سنه ثالثه صيدله جنرال بتبدا تهتم باللي بيهتم بيه الصيدلي فعلا، يعني الاثنين بيهتموا بالجانب الدوائي، يعني تقعد تدرس الدواء بيتعامل ازاي من بدايه ان هو يدخل جسمك، لان هو الميكانيزم بتاع عمل الدواء، لان انا اقدر ازاي اصنع دواء، الحاجات اللي ليها علاقه بالادويه. لكن بتبعد تماما عن الحاجات اللي ليها علاقه بالمرض او المرضى، البيشنت عموما وازاي تتعامل معاه، ده بيكون بعيد عنك شويه. لكن الصيدله الكلينيكال او الصيدله السريريه تتميز عن الصيدله الجنرال ان انت بتتعامل مع المريض مباشره، ان انت بتقدر تكتب دواء للمريض. الصيدلي الجنرال عمره ما يقدر يكتب دواء المريض الا لو كان او تو سي، انما الصيدلي الكلينيكال بيقدر يكتب دواء المريض، بيقدر يتابع حاله المريض، بيقدر يشتغل في مستشفى. طيب هتقول لي ما كده كده الصيادله طول عمرهم بيشتغلوا في مستشفيات، هقول لك تشتغل كصيدلي في مستشفى، لكن بيكون دورك ان انت تقف في الصيدليه مش اكتر. انما لما يكون كصيدله كلينيكال فانت دورك ان انت بتتابع الحاله. الصيدلي الكلينيكال ممكن توصل بيه ان هو يتخصص في مجال معين من المجالات، زي مثلا ان انت تتخصص كدكتور اورام، ودي موجوده في مستشفى السعودي الالماني ومستشفى 57. انما الصيدلي الجنرال ما يقدرش يعمل كده. من الاخر اللي انا عايز اقوله لك، انت دلوقتي كحد خلصت ثانويه عامه قدامك الفرصتين، ان انت تدخل صيدله جنرال وان انت تدخل صيدله كلينيكال. خش كلينيكال. هتقول لي مثلا ان صيدله كلينيكال لسه جديده في مصر والوظائف اللي فيها مش متوفره وهخرج مش هستفيد حاجه بيها. هقول لك بص، فرضا ان انت خرجت وانت صيدله جنرال واتيحت ليك فرصه ان انت تدخل حاجه كلينيكال، مش هتعرف تشتغلها. ليه؟ لاني انت هتحتاج ساعتها تعمل دبلومه او تدرس سنه ونص كمان عشان تقدر تحول نفسك كلينيكال، وهتندم ساعتها ان انت ما دخلتش كلينيكال. انما فرضا انت دخلت صيدله كلينيكال واتخرجت، بعد التخرج هتكتشف ان انت ما اشتغلتش اي شغلانه ليها علاقه بالكلينيكال واشتغلت شغلانه ليها علاقه بالجنرال، ساعتها انت هتكون ما خسرتش حاجه كده كده، لان اي حاجه موجوده في الجنرال موجوده في الكلينيكال، لكن العكس مش صحيح. عشان اوفر عليك، السنه اللي فاتت انا كنت في نفس الحيره اللي انت فيها دي، ادخل جنرال ولا ادخل كلينيكال، وانا فعلا اخترت ان انا ادخل صيدله فارما دي الاكلينيكيه اللي موجوده في جامعه الجلاله. جامعه الجلاله بتوفر شهاده مزدوجه ان انت تبقى تدرس مواد صيدله جنرال وفي نفس الوقت مواد صيدله كلينيكال، الاثنين في نفس الوقت، وبتستلم شهاده مزدوجه بيها. دي يعني ميزه حلوه في جامعه الجلاله. فعشان كده يا صديقي باكد عليك، حاول على قد ما تقدر ما تضيعش الفرصه دي من ايدك، لان انت ما تضمنش لما تتخرج لو توفرت قدامك ان انت تشتغل في مستشفى خاصه او في مستشفى 57 او في اي مستشفى من المستشفيات دي، فكونك ان انت كلينيكال ده ممكن يكون سبب في ان هو يغير حياتك كلها من غير ما تقصد. حاجه اخيره بقى عايز اقول لك كدكتور صيدلي، ربنا يوفقك يا صديقي.